السلام عليكم، ايه الاخبار يا رجاله؟ خلصنا حلقه البريكر بلوك والاوردر بلوك، ناقص لنا حلقتين او ثلاثه ونخلص الايه، مناطق الاهتمام، ونبدا نراجع. طيب الحلقه دي هتبقى عباره عن شمعة اسمها، او من ضمن مناطق الاهتمام اسمها سنجل كاندل، واسمها سكوب، واسمها اي اف سي. اي حاجه من الثلاثه صح، بنسمعها كتير، ولكن اي حاجة من التلاتة صح. ماشي. طيب هنبدأ نعرفها برضو فين مكانها في الهيكل وازاي نستخدمها بعد ما نخلص البي او اي ونراجع عليهم. هنعرف كل مناطق الاهتمام دي نراجع عليها ازاي، لان انا زي ما انا قلت لك، لو انا عندي اتجاه صاعد مثلا وليكن السعر بيصحح عشان ابدا اشتري، فانا هنا هشتري. طب اشتري من اوردر بلوك ولا بريكر بلوك ولا سنجل كاندل ولا في الفاليو جاب؟ هو ده ان انا هبدا اقول لك بعد ما نخلص ما نراجع، هبدا اقول لك ازاي نوظف مناطق الاهتمام. انا هنا عندي مثلا وليكن اوردر بلوك، بريكر بلوك، سنجل كاندل، في الفاليو جاب الى الان يعني. فانا اشتري من انهي واحده؟ استنى على الاوردر بتاعي من انهي واحده؟ استنى الانتري بتاعي من انهي واحده؟ ما هنا مليانه شموع. هتعرف ان شاء الله ازاي نوظف الكلام ده كله في الحلقات الجايه. طيب يبقى احنا كده ايه، النهارده هنبدا نشرح السنجل كاندل. تعال بقى اوريك فين موقعها في الهيكل. لو انا عندي اتجاه صاعد، عمل لي هنا ايه، بص، وطلع ونزل وطالع، يعمل لي ايه، بص جديد، صح كده؟ ادي عند البص، نعمل بيه. وده عندي انا رسمت خط، بس مش عارف ليه مستني السعر يكسرها عشان اقول ان ده بريك اوف ستراكشر، وبناء عليها يبقى ده الى الان ده التشيك بتاعي، صح؟ طيب احنا قلنا من ضمن شروط البريك اوف ستراكشر في الحلقه الثانيه او الثالثه ايه، ان انا لازم السعر يطلع يكسر لي بايه، بجسم شمعة مش بديل، صح كده؟ طيب لو كسر لي بديل وعمل لي كده وجي عمل لي كده، احنا ده ما اسموش بوس، ده اسمه سحب السيولة. واحنا عرفنا يعني ايه سحب السيولة. الناس اللي هنا خدت سيولة الناس اللي هنا عشان يبدأ السعر يهبط. طب هل هيهبط يجيب تشوك؟ طب هل هيهبط ينزل صح شوية ويكمل صعود؟ مش دي مش مشكلتنا دلوقتي، انا بنعرفها بعدين. ولكن دلوقتي انا بالنسبة لي ده على القواعد اللي احنا خدناها، ده بريك اوف ستراكشر. سوري، ده مش بريك اوف ستراكشر، سوري عشان اتلخبط. ده اسمه حاجه اسمها سويب ليكويديتي، اتكلمنا عليها. عشان الكلمه كبيره خلينا نخلينها اكس. طيب يبقى انا عندي بعمل ايه في الحالات اللي زي دي؟ بقوم ناقل البريك اوف ستراكشر من المنطقه دي واحطه على المنطقه دي. يبقى ده بريك اوف ستراكشر بتاعي، صح كده ولا مش صح؟ صح. طيب هي دي بقى شمعة السنجل كاندل، وليها شروط هنقولها دلوقتي. فهمت؟ طيب من ضمن شروطها ايه هي؟ لازم يجي بعدها فير فاليو جاب يأكد لي على الهبوط، او الناس باقعين بقوا اقوياء في المنطقة دي. خلينا نسميها سنجل كاندل. ماشي. سوري يا شباب. يبقى انا بعمل ايه في الحالات دي؟ بشوف برضو انت هنعرف نستخدمها ازاي، ولكن انا بستنى السعر يصحح عليها وببدأ ابيع. ولكن في حالات معينة هنعرفها كمان شوية، بتبقى عكس الاتجاه وبتبقى صعبة شوية. بس هنا نعرف امتى ان السعر مثلا اكتفى السيولة وهيطلع، مش محتاج يطلع تاني، ينزل ويطلع تاني ويكسر. المهم الكلام ده كله هنعرفه ان شاء الله وبعدين في ازاي نوظف الحاجات دي. ولكن انت دلوقتي عرفت ايه هي شمعة سحب السيولة. طب هل هي برضو تنفع هنا؟ اه والله تنفع هنا. لو تلاقيت السعر هنا ما عملش تشوك، تلاقيه نازل ياخد السيولة دي كلها زي ما قلنا، وبعد كده يبدأ ايه، يصعد. بقت عندي دي اسمها ايه، سنجل كاندل. ونشوف بعدها لازم ايه، فير فاليو جاب. طيب من ضمن شروط السنجل كاندل وهي ايه، لازم يكون بعدها فير فاليو جاب، ولازم هي نفس شروط الاوردر بلوك. هي اصلا شمعة اوردر بلوك ولكن في مكان مختلف. واخد بالك ليه؟ لان اوردر بلوك هي ايه، هي شمعة سحبت شمعة اللي قبلها، ما دي برضو نفس الكلام. خلينا نجيب لك دول عشان ما نتزودش. هنا كده، مش احنا قلنا دي كانت اول حاجة، دي الاوردر بلوك، صح؟ طيب تعالى نشوف الفرق بين الاتنين. ايه هو؟ تكون مكونه في الفاليو جاب، الاتنين مكونين في الفاليو جاب. تكون سحبه سيره الشمعه اللي قبلها، دي مش سحبه السيره، دي سحبه القمه السبعه اللي قبلها، اكيد سحبه اللي قبلها. طيب ايه تاني؟ لو مش سحبه السيره بنعمل شيفتنج هنا، هنا برضو بنعمل لها شيفتنج ساعات لحد اخر شمعه الاوردر بلوك. طيب ما يكونش استعمل قبل كده، اكيد ما يكونش استعمل قبل كده. ما تكونش داخليه، اكيد مش هتكون داخليه لان هي سحبه القمه اللي قبلها. نفس الشروط الاوردر بلوك، هي اصلا شمعه اوردر بلوك، ولكن في مكان مختلف بطريقه مختلفه. فهمت الحته دي؟ تعالى بقى اجيبها لكم من على الشارت شويه كده عشان نبدا نطبق عليها.
اهو يا سيدي، انا دلوقتي دي عندي بريك اوف ستراكشر في المنطقة دي اهي، وبعد كده اداني قمة جديدة، فالقمة دي ما عملتش بريك اوف ستراكشر، عمل لي ايه؟ سحب سيولة ومكونة بعدها فير فاليو جاب، اهو واخد كده واسميها سنجل كاندل. هنبدأ نستخدمها، السعر يوصل لها ونبيع، بس زي ما قلت لك في ظروف معينة في اوقات معينة. طب تعالى هنا بص السعر عمل ايه. السعر لمسها وبدأ يعمل ايه؟ يهبط. هبط لحد فين؟ لحد الاوردر بلوك اللي احنا قلنا عليه، ادي الاوردر بلوك اهو. شايف احترام المناطق الاهتمام عاملة ازاي؟ هبط لمنطقة الاوردر بلوك. طب تعالى كده حاجة ملهاش علاقة، هل ده الاوردر بلوك ده مش احنا قلنا في فير فاليو جاب بعدها؟ اه في فير فاليو جاب، ولكن انا لما اجي انقل الشمعة دي للشمعة دي هلاقي ان الاتنين ايه؟ هلاقي ان الاتنين ايه؟ هلاقي ان دي داخلية جوه دي، فبستخدم الكبيرة. طب تعالى لو قربنا كده نشوف هي داخلية ولا لا، لان اصلا السعر احترم لا تصدق ليه بقى؟ مش بص بص شايف؟ يبقى انا فعلا احدد اعمل شيفتنج، يبقى ده الاوردر بلوك بتاعي هي الشمعة دي. بص مع احترام، بص السعر عمل ايه. هنبدأ نعرف ده، انت لسه ما عرفش ازاي بنقدر نستخدم الحاجات دي، هنعرف ان شاء الله بعدين. طيب تعالى بقى يا سيدي، طيب فين القمم عندي؟ خلينا نرجع تاني ونجيب السنجل كاندل تاني. طب فين في شحمة سحبة سيولة، فين. انا بدور على القمم والكعان دلوقتي، ما بدورش على يعني مثلا دي قمة هتسحبت بسيولة لا. طب تعال خلينا نمسح الحاجات دي. طب في قمم هنا اتسحبت، في قاعدة اتسحبت، لأ اتجاه صاعد واضح، مفيش أي حاجة اتسحبت. طيب المهم إن احنا عرفناها وعرفنا ايه هي تفاصيلها، وهي سهلة مش موضوع. طيب تعال اهي يا سيدي، أنا عندي القاعدة اتسحب هنا اهو صح. طيب تعال نشوف بقى هل السنجل كاندل دي كانت فيها شروط. اه والله لو وقفنا السعر هنا هتلاقي ان بعدها هو هنا في فاليو جاب، لا والله ده ما فيش في الفاليو جاب، الشمعتين مسالبين على بعض، فدي ما كانتش شمعة سنجل كاندل. ولكن لو كان في فاليو جاب اقدر اعتمد عليها وابدا السعر يصحح وابدا ايه اشتري. تعال اجيب لك اخر مثال اهي يا سيدي، تعال بص الجمال، بص الجمال والحلاوة. طيب هي اي نعم هنا كسرت بديل، ولكن ده بيب 2 بيب، فبتبقى فعلا برضو سنجل كاندل. لو دخلنا على بروكر تاني هنلاقيها سنجل كاندل. طب تعال نشد الشمعة كده وكده، تلاقي السعر صحح عليها سحبها وبدأ يهبط. طب تعالى بقى، ما هو انا اصلا في سنجل كاندل تاني اهي، بص يا سيدي اهي شايف. طب هنا بقى فين شمعة السنجل كاندل؟ هقول لك انا يا سيدي، تعالى انا فين الفير فاليو جاب؟ مفيش غير المنطقة دي، قرب شوية. طيب هنعمل شيفتنج، يبقى انا هل يا عمرو هتبقى هي الشمعة دي؟ اقول لك بص ممكن اديك بالروسية لو قلت لي هي الشمعة دي. ليه بقى؟ لان هي اصلا الشمعة الكبيرة دي، لان كل ده داخلي. هنزل لكم حلقة ان شاء الله عبارة عن داخلي، ممكن الحلقة الجاية او نخلص بس مناطق الاهتمام وهنزل لكم حلقة. المهم يبقى احنا كده عرفنا ايه، دي مش هينفع دي لان دي داخل، اشدها كده وهبدأ ايه اسميها السنجل كاندل وابدأ ابيع من عندها وخلاص يا سيدي. السعر هنا عمل ايه؟ اي نعم احترمها شويه وهبط، ولكن بص برضو، بص عمال هو عمال اصلا يسلم لي سنجل كاندل. هل دي سنجل كاندل؟ لا والله ده السعر ما لمسهاش. المهم عرفنا ايه هي السنجل كاندل وعرفنا تفاصيلها ان شاء الله. واحنا بنطبق هنبدأ نجيب كتير اهي. بص ادي قاع اتسحب، بقى عندي هنا شمعة سنجل كاندل. طب هنا في فلفل جاب؟ مفيش، يبقى خلاص. طيب خلصنا الحلقة، مفيش حاجات تانية، كفاية كده الحمد لله. لقينا تطبيقها بالسهل، وان شاء الله في الحلقات الجاية هنطبق عليها اكتر واكتر في المراجعات. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ولو انت لسه جديد مش عارف اي حاجة لسه مش عارف، احنا عندنا تليجرام بنتابع عليه الكلام اللي احنا بنقوله، بنراجع عليه. بما ان احنا لسه في المستوى الاول، احنا لسه الكورس ده 4 مستويات او 3 مستويات. المستوى الاول ده مجانا للكل ان شاء الله. وبس يا سيدي، ان شاء الله اسيب لك رابط التليجرام في البايو. السلام عليكم.